يا ترى سمعتوا عن روتين أكل النبي؟ أيوة زي ما بقولك كده، روتين أكل النبي. يعني كان بياكل إيه على مدار اليوم. يا ريت لو شفته وعجبك تجربها، حتى لو مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع، أكيد هيفيدك جسمك كله. قررت اجرب روتين اكل سيدنا محمد لمده يوم كامل. الفيديو ده بجد انا كان نفسي اعمله من زمان جدا، فصلوا على النبي كده وتعالوا نشوفوا سيدنا محمد كان روتين اكله ايه على مدار اليوم. اول حاجه سيدنا محمد كان بيعملها لما بيصحى قبل صلاه الفجر، كان بيجيب كوبايه ميه وبيدوب فيها معلقه عسل وبيشرب. علشان كده سيدنا محمد قال عليكم بشراب العسل. وسبحان الله العلماء بعد كده اكتشفوا ان الميه مع العسل الصبح اول حاجه خالص في اليوم دي بتنشط جهازك الهضمي، اللي هو يبدا يومه او اللي هو يبدا يهضم او يبدا يعمل وظيفته اصلا. فاللي هو سبحان الله بجد. والوجبه الثانيه لسيدنا محمد كانت بعد صلاه الضحى، وكانت عباره عن 7 تمرات بيبقوا متغمسين في كوبايه لبن. علشان كده سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام قال: من تصبح ب7 تمرات لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا اذى. وبعد كده برضو العلماء سبحان الله اكتشفوا حاجه غريبه جدا، ان عدد 7 تمرات دول كافيين جدا ان هم يشيلوا اي سم موجود في جسمك. ومش بس كده، ده كمان كانوا بينصحوا العمال اللي شغالين في المناجم او اي حاجه ممكن تسبب لهم تسمم او كده ان هم ياكلوا ال7 تمرات كده. الوجبه الثالثه لسيدنا محمد كانت بتكون بعد صلاه العصر، وكانت عباره عن معلقه زيت زيتون عليها نقطتين خل ورغيف عيش شاي. علشان سبحان الله العلماء بعد كده يكتشفوا، شوفوا بعد كام سنه، ان زيت الزيتون بيحمي من سرطان العظم وبيحمي من الكوليسترول وبيحمي من تصلب الشرايين وبيحمي من الزهايمر. وفي حاجه بقى كمان، ان الخل اللي بيتحط عليه ده برده سبحان الله حاجه مش تلقائيه او حاجه مش كده يعني، لا ده بيقول لك ان نقطتين الخل دول بيزودوا القيمه الغذائيه بتاعه زيت الزيتون. المهم بعد كده سيدنا محمد كان بيخلص صلاه العشاء وصلاه الشفعه والوتر، وكان بياخد اخر وجبه ليه، والوجبه كانت عباره عن رغيف عيش شعير بيغمسه بلبن رايب. وبيقول لك ايه بقى، ان اللبن الرايب في اخر اليوم ليه فايده مهمه جدا، اللي هو بيحلل اي بواقي هضم جايه نتيجه اليوم كله اللي موجوده لسه في امعائك، بيحللها بقى لاجزاء صغيره علشان الجسم يستفاد منها، يحولها لفيتامينات، يخرجها بره الجسم. اهم حاجه اللي هي ما تضرش الجسم. الواحد مش عارف يقول ايه والله. الواحد مش عارف يقول ايه والله. نظام الاكل بجد كان خفيف فوق ما تتخيل، ده عشان سيدنا محمد اصلا ما كانش بيهتم بالموضوع ده عشان زهده في الدنيا. حتى لما سيدنا محمد نزلت عليه الايات ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، السيده عائشه رضي الله عنها قالت له: اي نعيم يا رسول الله؟ انما هم التمر والماء. بس كده انا خلصت الفيديو، ويا رب اكون جبت معلومات موثوقه، ما يكونش في حاجه غلط، ما يكونش في حاجه مثلا مش حافظها صح، ما يكونش في حاجه كده. بس كده هي كلمه واحده اقولها لك: سلام.